السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة مقروء. سألته: إذا كان الإسلام كما تقول، فلماذا تزدحم الطرقات بالفقراء والجهلاء؟ فأجابني بأسى: الإسلام اليوم قابع في الجوامع لا يتعداها إلى الخارج، ويفيض في الحديث فيلهب الأوضاع بنيرانه، حتى الولي لا يسلم من شره. وقلت له: إذن إبليس هو الذي يهيمن علينا لا الوحي؟ نجيب محفوظ. رواية اليوم هي رواية رحلة رحالة ذهب لكي يعرف الكمال، ويأتي بالعلاج، فيمر ببلدان كثيرة، ويتعرض لأنظمة حكم كثيرة، ويرى اعتقادات وأديان شتى، وكل ذلك في سبيل الوصول إلى دار الجبل، الذي منها سيأتي بالدواء الشافي لأمته الإسلامية، الذي أصبحت طاغية وتحولت لعكس الإسلام، وهي الاستعباد، واهتمت بالقصور العالية وكثر فيها الفقر، وبعدت عن روح الإسلام الحقيقية وتمسكت بالمظاهر فقط. الحقيقة أن هذه الرواية هي من أكثر روايات نجيب محفوظ جمالا وتكثيفا وتصورا، وأن هذه الرواية يعرض فيها نجيب محفوظ الكثير من أنماط البلدان من خلال نظمهم السياسية والفكرية والعقدية. فالبطل الذي يلقب بابن فطومة يذهب إلى هذه الديار جميعا، ففي أثناء الرحلة يمر ب5 أماكن، كل منها يعبر عن مرحلة مختلفة في التاريخ والدين ونظام الحكم. ففي بلاد المشرق المرحلة البدائية والوثنية، وفي بلاد الحيرة الاستبداد الملكي والعسكري، وفي بلاد الحلبة النظام الحر لكنه رأسمالي مخيف جشع، وفي بلاد الأمان النظام الشيوعي الشمولي، وفي بلاد الغرب الزهد والتصوف والسمو الروحي، وهي المحطة الأخيرة للدخول إلى بلاد الجبل. أنا دائما أقول أن روايات نجيب محفوظ مرت ب4 مراحل أو 4 أطوار. المرحلة الأولى هي المرحلة التاريخية، وفيها كان يستعين نجيب محفوظ التاريخ ويكتب رواية تاريخية، ولكن منها يقصد الواقع ومنها يرمي عليه الواقع، وكان يفعل ذلك خوفا من السياسة والاضطهاد السياسي في ذلك الوقت الذي كان سببه الملك والعهد الملكي. والمرحلة الثانية هي المرحلة الواقعية الكلاسيكية، الذي ظهرت فيها ثلاثية ما بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، وروايات خان الخليلي والقاهرة الجديدة، الذي فيها البعد الاجتماعي والنفسي للشعب المصري في حقب معينة من تاريخ مصر. فنجد مثلا في رواية خان الخليلي أن نجيب محفوظ يصور حارة مصر وهي حارة الحسين في الحرب العالمية الثانية، وفي أيام هجوم ألمانيا والحرب التي طارت بين ألمانيا والدول المعادية لها. ثم بعد ذلك الطور الثالث الذي مر به نجيب محفوظ هي الرواية الفلسفية الرمزية، وهي تلك الرواية التي تدور حول فكرة فلسفية، ولكنها في ذلك الوقت لا تخلو من الواقع، فهي فلسفية، نصفها فلسفي ونصفها واقع رمزي. والمرحلة الرابعة التي أقول أنه مر بها هي مرحلة النضج الأدبي واختيار مواضيع محددة تدور حولها الرواية ويكتب عنها رواية منفصلة. فنجد على سبيل المثال في رواية حضرة المحترم إنها تعالج موضوع حب السلطة والمجد الزائف، ذلك المجد الذي تعطيه كلك فتنسى الحياة وتنسى الأشياء الحقيقية الذي وهبها الله في الحياة، الذي هي في حقيقتها أهم من أي مجد زائل. ورواية أخرى مثل رواية قشتمر الذي تدور حول الصداقة، والذي تدور حول جمال الصداقة، ورواية اليوم. فهذه هي ال4 مراحل، وأنا أرشح وبكل جدارة وإيمان هذه الرواية لأي إنسان يريد أن يقرأ لنجيب محفوظ.